عقب سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، شنت السلطات الجديدة في سوريا حملة من الملاحقات الأمنية ضد العديد من شخصيات النظام السابق المتهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات إنسانية بحق مواطنين، مما أدى إلى مقتل بعضهم واعتقال آخرين. ومن أبرز تلك الشخصيات اللواء علي محمود، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم العثور على جثة محمود في 9 ديسمبر مقتولا في ظروف غامضة داخل مكتبه بريف دمشق. ولعب محمود دورا بارزا في العديد من العمليات العسكرية التي قادها ماهر الأسد، وأسفرت عن مقتل العديد من السوريين، كما تولى قيادة عدة حملات عسكرية في عدد من المناطق السورية، بما في ذلك حملة درعا عام 2018 التي انتهت بسيطرة قوات النظام على المدينة. ومن الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية المدعو شجاع العلي، الذي لقي حتفه الخميس عقب اشتباكات في ريف حمص الغربي بين إدارة العمليات العسكرية وفلول من النظام السابق. وكان العلي شخصية بارزة بين أتباع النظام السوري السابق، إذ حظى بعلاقات قوية مع قيادات الفرقة الرابعة وميليشيات حزب الله اللبناني في سوريا حسب وسائل الإعلام المحلية. وفي يونيو 2012 أكد تقرير صادر عن لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة ضلوع نظام الأسد في المجزرة المروعة التي ارتكبت بمنطقة الحولة بريف حمص. وحسب التقرير المذكور، فقد قامت قوات النظام السوري آنذاك وبالتعاون مع مجموعات مسلحة غير نظامية تعرف باسم الشبيحة بمحاصرة المنطقة وقصفها بشكل مكثف قبل اقتحامها وارتكاب مجزرة مروعة مستخدمة فيها الأسلحة البيضاء والنارية، حيث راح ضحيتها 109 مدنيين، من بينهم 49 طفلا و32 امرأة. أوقفت السلطات السورية الجديدة الجمعة مسؤولا سابقا لدى نظام الأسد متهما بارتكاب عدد كبير من الجرائم بحق المدني. ونقل مراسل وكالة الأنباء السورية سانا في اللاذقية أن إدارة الأمن العام بالمحافظة ألقت القبض على المجرم الخارج عن القانون حيان سيء السمعة والمسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين. ونقلت شبكة شام أن ميا يعد مسؤولا مباشرا عن عمليات دهم واعتقالات نفذتها مخابرات الأسد، حيث نشط خلال سنوات الثورة الأولى في تقديم التقارير الاستخباراتية بحق الثوار المشاركين بالمظاهرات وصولا إلى الإشراف على اعتقالهم. وانخرط ميا في ميليشيات الأسد ضمن ما يسمى بالدفاع الوطني، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري وفق نشطاء. أسفرت الحملة الأمنية الخميس عن اعتقال رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن المعروف بسفاح صدنايا، الذي يعد أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صدنايا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى توقيف السلطة الجديدة الحسن مع 20 من عناصره في قرية خربة معزة بريف طرطوس، حيث خاضت قوات أمنها الأربعاء اشتباكات ضد مسلحين مقربين منه خلال محاولتها توقيفه في مقر إقامته، مما أسفر عن مقتل 14 من عناصره. ويرتبط اسم الحسن الذي كان يرأس إدارة القضاء العسكري في سوريا ارتباطا وثيقا بسجن صدنايا الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزا للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الأسد ضد معارضيه بعدما شهد على إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب وحالات اختفاء قسري. وأعلنت إدارة العمليات العسكرية الجمعة إلقاء القبض على رياض حسن المسؤول عن الأمن السياسي
في دمشق لدى نظام الأسد. وفرع الأمن السياسي هو فرع أمني كان يتبع لوزارة الداخلية خلال عهد الأسدين، ويتهم المسؤولون فيه بارتكاب جرائم كثيرة بحق السوريين.